السلام عليكم. كتير ناس مفكرة إنه نزولنا على الأرض كان بسبب خطيئة أبونا آدم، وإنه لو ما عصى سيدنا آدم كنا هلا كلياتنا بالجنة. لا صديقي، رب العالمين قال للملائكة من قبل ما سيدنا آدم يعصي: إني جاعل في الأرض خليفة. يعني سيدنا آدم مخلوق للاستخلاف في الأرض سواء عصى أم ما عصى. وفي حديث لعله بيعمل استشكال بالفهم، يقول النبي: احتج آدم وموسى، يعني صار بينهم حوار. ولا تسألني وين صار الحوار، لعله بعالم الأرواح، والله أعلم. المهم، فقال موسى لآدم: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ فقال الرسول: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. لعله في كتير راح فكروا على أكل التفاحة، وإنه هل الله قدر المعصية على آدم؟ لا صديقي، سيدنا آدم ما عم يحكي عن المعصية، سيدنا آدم عم يحكي على استخلافه في الأرض هو المقدر. رح نعيد، شوف معي. مو سيدنا موسى بدأ كلامه: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ فكان الرد من سيدنا آدم بمعنى: كيف بتظن أنه خروجنا من الجنة بسبب معصيتي؟ أمر خروجي من الجنة واستخلافي في الأرض مقدر ومكتوب علي قبل ما رب العالمين يخلقني ب40 سنة. لأنه مو رب العالمين قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة؟ يعني تعال أوضح لك إياها بطريقة ثانية. لو فرضا سيدنا آدم ما عصى، شو كان رح يصير؟ كان فرضا احتمال، يعني ممكن الله يقول لآدم مثلا بعد سنة جهز حالك، انت رح تكون هلأ جاهز للاستخلاف في الأرض. شوفوا يا جماعة، هاي القصة مهمة لأنه كلياتنا عم نعيشها دوما بس ما حدا منتبه. كلياتنا أول ما نولد بنعيش حياة بمكان مثل جنة آدم. شوفوا وصف الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تضحى بمعنى تتعب، يعني مأمن إلك أكلك وشربك ولبسك، وما في داعي تتعب لتأمن حاجاتك. وهي الحياة بصراحة كلياتنا عم نعيشها ببيوت أهالينا، مانك لا حامل هم مسؤولية البيت ولا هم الحياة. صحيح ممكن تساعد أهلك بالعمل مثلا، بس هم المسؤولية ما موجود. بس سؤال: مو كلياتنا بنعرف انه رح يجي وقت نطلع من جنة ابونا وامنا ونخوض بامتحانات الدنيا؟ مو كلياتنا بنعرف رح يجي وقت ويموتوا اهالينا ولازم نكون مؤسسين حياتنا ونتزوج ونكدح بهالدنيا، ونفهم الغاية من وجودنا ونسعى بكل شيء الله عطانا اياه للدار الآخرة ونزكي أنفسنا؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طيب إيمت هالأمر؟ لما تصير مستعد. بالبداية بتعيش حياة تعلم، بتروح على المدرسة، على المساجد، وبالصيف ممكن تروح تشتغل لتتعلم مصلحة أو بتساعد أبوك بشغله. وهيك كانت جنة آدم، مرحلة فيها تعلم. رب العالمين قال: وعلم آدم الأسماء كلها. لا تحمل هم المسؤولية يا آدم، أنت لساتك صغير. كان في عناية بأكله ولباسه وشربه وتعليمه، ومن هذا التعلم أنه مثلا كيف يرعى نفسه، كيف يصنع توبه، كيف يبني بيته، كيف يزرع طعامه، تعلم أمور دينه، تزكية نفسه. هلا السؤال: طيب كيف الخروج من الجنة يعتبر شقاء؟ حدا عنده شك أنه الخروج من جنة الوالدين شقاء؟ لكن شوف، في شقاء عن شقاء مختلف. رح أضرب مثالين. الأول، بعرف شخص صارت مشكلة مع والده، وكان في عقوق، فطلع من البيت وراح تزوج وعانى بكتير بحياته لأنه اعتمد على نفسه بكل شيء واستأجر بيت وعانى كتير من الفقر. أما فرضا لو مثلا ما صار هالشي، لعله مثلا تزوج ببيت أهله وتغيرت كتير أمور بحياته وكان فيها يسر. لعل آدم مثلا لو ما أكل من الشجرة ربما ما كان انطرد من البستان اللي هو موجود فيه على الأرض، ولعله كانت الحياة مختلفة عليه. طبعا الجنة اللي كان عايش فيها سيدنا آدم أنا باخذ بقول إنه هي بستان في الأرض وما جنة الخلد التي وعد المتقون، وبنحكي بتفصيل هالأمر بعدين، وابن القيم يعني ذكر أدلة كتير بهذا الموضوع. أما المثال الثاني، فتخيل معي شاب قرر يطلع من بيت أهله ويعتمد مثلا على نفسه هو ويتزوج هو عمره 13. هل معاناته وشقائه مثل شاب عمره 25؟ الفرق بالعمر زيادة خبرة ووعي.
لهيك بينطرح سؤال، يعني هل قصدك أنه خروج الأبوين من الجنة بسبب المعصية هو يعتبر بسن مبكرة فحصل لهم الشقاء؟ وهل لو ما أكل سيدنا آدم من الشجرة كان إجا مثلا أمر الله له بالاستخلاف ربما بعد 5 سنين لحتى يصير جاهز؟ شوف صديقي، المناسب والغير مناسب من وجهة نظرنا مختلف عن علم الله. كتير أغلاط بنرتكبها بحياتنا، بنقول لو ما في حدا وجهني وأنا لو في حدا وجهني وأنا وصغير ما كنت عملت هيك. بس الأغلاط بصراحة هي اللي بنت شخصيتك ووعيك. والبين لنا أنه الاستخلاف في الأرض بدأ عند أول قرار اتخذه سيدنا آدم، وهذا الامتحان اللي الله وضعه لسيدنا آدم هو بالسن المناسبة ليتعلم نتيجة أفعاله، والله أعلم. وللأسف اليوم عم يوقع الشباب بخطأ شبيه من خطأ أبونا آدم، بس في اختلاف. بنعرف طبعا أنه كان نتيجة أكل الشجرة أنه بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ولكن بالنهاية يعني هي زوجته، فما في مشكلة بهالموضوع. لكن المشكلة وضحناها سابقا هو الشقاء بسبب الخروج من الجنة. أما الشباب اليوم فبصراحة عم يطلعوا على السوءات عن طريق هالمواقع الفاسدة والصحبة السيئة، وهذا أمر محرم، وهن غير جاهزين للزواج، أو لعل حتى بعضهم ما وصل لسن البلوغ. هذا الأمر عم يخليهم يعيشوا بشقاء وشتات، وعم تنكسر قلوبهم بالعشق. تلاقيه ما عاد صار لا مركز بدراسته مثل قبل، وما عاد صار التزامه بالمسجد مثل ما كان. لهيك اجت نصيحة رب العالمين لنا بعد ما ذكر لنا قصة آدم، فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. في قصيدة بحبها بتوصف حال الشباب لما يبتلوا بالعشق، وبتخبرهم انه هالامر رح يكون انطلاقة لهمة قوية، رح اتركها لكم بالوصف. اما بالنسبة لموضوع مكان جنة آدم، فانا قلت لكم اني انا باخذ بالاقوال اللي بتقول هي كانت في الارض، بستان في الارض. وقيل انه هي باليمن بمنطقة عدن. والسبب اني انا باخذ بهذا القول، طبعا في ابن القيم ساق ادله كثير بهذا الموضوع، منها انه دخول جنه الخلد اللي الله خبرنا عنها بيكون يوم القيامه، ولسه ما صار هذا الوقت. ورب العالمين وصف جنه الخلد بصفات ما بتنطبق على المكان اللي كان عايش فيه ادم. ومستحيل الله يوصف مثلا شيء بصفات وبعدين يكون الموصوف بغير هالصفات. مثلا وصف الله بالقرآن جنة الخلد انه هي دار المقامة، وسيدنا آدم ما أقام فيها. ووصفها أيضا بأنها جنة الخلد وما خلد فيها. ووصفها كمان أنه هي دار ثواب وجزاء وليست دار تكليف وأمر ونهي. ووصفها بأنها دار سلامة مطلقة وليست دار ابتلاء وامتحان. ووصفها كمان أنه هي دار لا يعصى الله فيها أبدا، وقد عصى آدم ربه بالجنة. ووصفها أنه ليست دار حزن أو خوف، وقد حصل للأبوين من الحزن والخوف اللي حصل. وسماها رب العالمين دار السلام وما سلم فيها الأبوين. وسماها كمان رب العالمين إنه هي دار القرار وما استقر فيها آدم. وقال عنا رب العالمين وما هم منها بمخرجين وقد أخرج الأبوين منها. وكمان الله قال عنا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وقد سمع آدم لكذب إبليس وإغواءه. وسماها الله مقعد صدق، وقد كذب فيها إبليس وحلف على كذبه لما قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. والله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل إني جاعل في جنة المأوى، يعني قال في الأرض. وخبرنا الله عن إبليس إنه قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فإذا كان آدم بالأصل بجنة الخلد، فكيف ما رد عليه لإبليس وقال له شلون عم تدلني على شيء وأنا فيه بالأساس؟ ولما تكبر إبليس عن السجود وقال له رب العالمين فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هون بنشوف إنه إبليس انطرد من مكانته، فكيف قدر يفوت مرة تانية على جنة الخلد عند آدم ليوسوس له؟ إلا إذا كانت الجنة هي بالأساس، جنة آدم هي بالأساس على الأرض.
ومن المعلوم أنه آدم مخلوق من الأرض. رب العالمين قال بالقرآن: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ما ذكر الله أنه بعد ما خلق آدم من الأرض رفعه للسماء لجنة أخرى. وأما معنى قول الله لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة بالقرآن، فهي جنة على الأرض، لأنه البستان يسمى الجنة. عندكم بسورة القلم مثلا قال الله: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هاي ذكر الله الجنة وبقل التعريف، والمقصد أنه جنة بالأرض، بستان في الأرض. وأما معنى قول الله تبع اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، هو هبوط من منطقة لمنطقة، مثل ما سيدنا موسى قال لهم لبني إسرائيل بالقرآن. شو قال الله؟ قال: اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. يعني اهبطوا مصر، يعني هل هن نازلين من منطقة عالية فوق؟ لا، ما دخل، من منطقة لمنطقة. يعني آدم المنطقة اللي كان عايش فيها، اللي كان فيها رعاية واهتمام فيه وعنده بيت ومأمن كل شيء له، عوقب منا وجاء أمر الله: خروج من الجنة وروح بقى اعتمد على حالك واشتغل وابني بيتك لحالك وعيش حياتك، دون بقى هالاهتمام اللي كان عايش فيه لعله برعاية الملائكة. والله أعلم. هلا في مثلا في الحديث اللي ذكرناه بالبداية، انه لما موسى قال لآدم: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. انه هاي، طيب هاي موسى عم بيقول لآدم انه اخرجتنا من الجنة. تعرف نحن ذكرنا هذا الحديث بالاساس انه سيدنا موسى بالاساس كان عنده استشكال خطأ، وانه كان مفكر انه معصية آدم هي سبب خروجنا، وآدم لما جاوبه حجه بين له انه ما دخل المعصية بالخروج. ولا يمنع ايضا انه يكون مثلا سيدنا موسى كمان مفكر انه آدم مثلا كان عايش بجنة الخلد، والجنة اللي كان عايش فيها لا، هي ما لها علاقة بهذا الموضوع. وانا بدي منكم تسمعوا لكلام قمة بالروعة عن قصة سيدنا آدم، وتفهموا كتير أشياء عن المعنى والغاية بحياتنا. ابحثوا باليوتيوب عن قصة إسلام البروفيسور جيفري لانج كاملة، وفي كمان درس حلو للشيخ العريفي اسمه اعترافات عاشق. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.